الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين وإمام المتقين وقدوة العاملين، وهادي الناس إلى جنان رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه المتوضئة الراكعة الساجدة عن النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. يا رب توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. نعود والعود أحمد، ومع روضة من رياض الجنة تتجدد، ومع سيرة خير الورى، قائد الغر المحجلين، إمام المتقين، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، الذي تتعطر الأفواه بالصلاة والسلام عليه. خير من سينفتق عنه رحم، وخير من سينشق عنه قبر، صاحب اللواء وصاحب الشفاعة وصاحب الحوض، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وكنا في الدرس الماضي نتحدث مع وقفات مع السيرة في مقدمة لهذه الدروس، واليوم سنبدأ ببعض الإرهاصات التي سبقت بعثة خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه. وقلت في الدرس الماضي معاشر الأخيار، لو لم يكن في درسنا عن سيرة نبينا إلا أننا نكرر الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، كفى وربي بذلك شرفا، وكفى بذلك طاعة. اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأجمل منك لم تر قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. بهذين البيتين اللذين امتدح بهما حسان الإسلام وشاعر الإسلام، امتدح بها نبينا عليه الصلاة والسلام، لنعلم مستوى المحبة في قلوب ذاك الرعيل الذي تخرج من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. تعجبون بعض طلاب مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، والله إنه يعلم أنه من أهل الجنة، ومع ذلك ما اتكأ على هذا الضمان. والله يمشون في فجاج مكة والمدينة وقد ضمنت لهم أعالي الجنان، منهم من كان الله يقرئه السلام، ومنهم من يسلم عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم معاشر الأحباب من فاضت عبرته شوقا لنبينا عليه الصلاة والسلام، والحبيب بين يديه وهو يراه ويرى التنزيل ينزل عليه. شوق عجيب عظيم بلغ بهم الحب أن اختلط الحب في قلوبهم، حتى وربي أحبوه أكثر من أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم والناس أجمعين. أبدأ مع أول صفحة، أبدأ في موقفنا الأول، كيف كانت مكة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من الناحية الدينية فقد زالت معالم التوحيد منها. عمرو بن لحي الخزاعي كان يكثر السفر إلى الشام، فأتى لأهل مكة بأصنام، ولن أطيل في المقدمة. أتى لهم بأصنام ثم دعاهم إلى أن يعبدوها فعبدوها، أن يطوفوا بها فطافوا بها، أن يتعلقوا بها فتعلقوا بها. وإنك لتعجب، العربي القح لديه من العقل ومن الشكيمة ومن الرجاحة ومن الصدق ومن الإقدام، تعجب بعد ذلك أين ذهبت العقول. ولذلك إياك أن تسخر بمشرك،
قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كان بعض العرب يأخذ حجراً، طبعاً بطون العرب كان اللات، العزى، سواع، مناف، وكل قبيلة تصطف خلف أو حول هذا الصنم، وبعضهم يعبد جذعاً وشجراً، وبعضهم يبحث عن حجر، فإذا رأى حجراً أجمل منه شكلاً رمى الإله الأول وأخذ الإله الثاني، وبعضهم إما وجد حجراً جمع التراب، فإذا جمع التراب أتى بشاته فحلب على التراب حتى يتماسك ثم قال هذا ربي. قل الحمد لله. ولذلك أيها الأحباب بعث الحبيب في زمن أضواء وأنوار التوحيد قد تراجعت، والعجيب أن رب هذا البيت، هذا العظيم الذي جعل البيت الحرام قياماً وجعله رمز للتوحيد، لوثته أفكار الناس. ولذلك دائماً اتخاذ الناس والأرباب أو اتخاذ العلماء والأحبار والرهبان والمطاعون من الناس اتخاذهم آلهة دون الله تجعلك يوم الأيام تعبدهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله دعاهم فزالت منهم العقول. والآن مشرك العصر الحاضر تعجب، بل إن مشرك العصر الماضي أفضل من مشرك العصر الحاضر. مشرك الماضي يعبدون آلهتهم في الرخاء، لكن إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الدعوة ما ينفع هبل ولا اللات، فيه أمواج والسنبوك بيغرق ولا يا رب. لكن مشرك العصر الحاضر في السراء والضراء تجد أنه في الضراء وينادي صاحب قبر وينادي إنسان مثله قد مات. ولذلك أحبابي احذر أي خطوة من خطوات الشيطان لتبديل الأديان. ومن هنا تعليم أبنائنا أن لا يخافوا إلا الله، لا يرجوا إلا الله، لا يتوكلوا إلا على الله، لا يحبون إلا الله. إذا أخرجنا المحبوبات والخوف من القلوب بقي القلب لواحد وهو الله. الحالة إذن الدينية كانت مظلمة. نأتي إلى الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية قبل بعثة الإسلام كان الاعتزاز لديهم بالأنساب لا حد له. ولاحظوا الآن الحالة الاجتماعية وطبقوها على حالتنا الآن، وستجدون أن بعض الناس فيه جاهلية إلى الآن، يعتدون بالأنساب فلا يرون للمولى ولا للرقيق ولا للوضيع نسبا، لا يرون له أن يكون معهم في مجالسهم ولا في نواديهم. فأتى الله بنبي هو مصاصة العرب وخيرهم وابن خيرهم، وكان عليه الصلاة والسلام أعلاهم نسبا وكعبا، ولذلك انخرست ألسنتهم. لكن هذا النبي الرفيع في نسبه العالي في مقامه الذي جل وعلا أقسم بعمره لعمرك إنهم، هذا النبي العظيم أتى فألغى الفوارق كلها حتى يؤدب العرب أن الميزان بعد بعثته التقوى فقط. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فرد العالمين إلى الأب الأول والأم الأولى. يوجد أحد فوق الأرض لا يمكن يكون ابن لآدم؟ يوجد أحد فوق الأرض ليست أمه حواء؟ أبداً. ولذلك ردهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الميزان. الحالة الاجتماعية إذن اعتزاز وتفاخر، ومن تفاخرهم بالأنساب لربما قامت حروب بسبب أن في سواء ذي المجنة أو عكاظ الأسواق التي كان العرب يجتمعون فيها، هذا يفخر وهذا يفخر فيلطم هذا ذاك، وتقوم حرب أخرى 40 سنة حتى يخبو نارها لتوقد النيران من جديد. الحالة الاجتماعية أيضا كان عندهم اعتزاز بالكلمة، ولذلك سلطان الكلمة من فصاحة الخطباء ومن جمال الشعراء. كانوا إذا ولد للعربي أو القبيلة إذا عندهم شاعر، وكان الشاعر قويا في بناء الكلمة وفي سبك البيت
وابتدأوا يتفاخرون به. ولذلك فيه قبائل سقطت بسبب بيت شعر، وفي قبائل رفعت بسبب بيت شعر. فأتى الإسلام فجعل من البيان سحرا، وجعل من الشعر حكمة، ولكن توازن. شعر الحق والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا، فجعل الذين استثناهم أهل الإيمان كحسان وابن رواحة وكعب رضي الله عنه. ولذلك أتى عليه الصلاة والسلام والقوم يعبدون الشعر عبادة. ولذلك عندما أتت بعض وفود العرب، هذه يعني مستقطعة، عندما أتوا إلى رسول الله فقال وهم وفد بني تميم، عندما أتوا فقالوا إن مدحنا زين وذمنا شين. قال الحبيب ذاك الله، اللي مدحه زين وذم الشين هو الله مو بنته، لأنه هو الخلاق، وهو جل وعلا الذي إذا أثنى على أهل الإيمان فهم أهل الإيمان يرتفعون، وإذا يعني سقط من عينه أهل الفسق فهم يسقطون. ثم قام فقال لثابت بن شماس قم، وكان خطيبه وكان مصقع، وكان رجل إذا تحدث كأنما يتحدر من صبب وكأنما هو السيل، وعنده من السبك العربي ما يجعلك تذهل من جمال عباراته ومن ترادف جمله. فلما انتهت خطبته قام حسان قال قم يا حسان وقل لهم بعض الأبيات، فقال لهم قصيدة. فالتفت الأحنف إليهم قال لشاعره أشعر من شاعرنا ولخطيبه أفصح من خطيبنا، إذن نستسلم ونذعن له. نعم، أعود. إذن كان الواقع الاجتماعي عند أهل مكة أو العرب عموما كان عندهم تقدير للكلمة، وهنا وقفة. الكلمة لها قدر، والبيان سحر، وجمال الإنسان يوم أن ينكسر أو ينفتح صندوقه فإذا كلامه در كأنما نظم نظما. ما تلاحظون أن اللغة عند أبناؤنا بدأت تضعف، وكثر من يتأتئ ويفأفئ. وبعضنا إذا سألنا أبناءنا أعطني جمل بس مفيدة جميلة، خلط فجعل عاليها سافلها ثم أمطرك بحجارة من سجيل، وجاب لك كلام لا هو العربي ومخلوط مع الرطانة، يس أوكي alright ما أدري يسمونها، أنا ما أعرفها، لكن يتكلم ويبدأ يخلط كلام عربي بأعجمي، في النهاية لا هو طلع عربي ولا تكلم أعجمي، فما أفصح هذه وما أفصح في تلك. وإن الأجهزة التي يلعب بها أطفالنا التي سببت الغباء وفقد المخزون اللغوي جعلت، سنأخذها الآن في رضاع الحبيب في بادية بني سعد. لماذا العرب يرسلون أطفالهم إلى البراري وإلى الصحاري وإلى البوادي حتى ينفتق لسانه بعربية لا لكنة فيها، وعربية لا لحن فيها ولا عوج؟ ولذلك الصغير منهم إذا وقف أمام القوم أبان وأفصح. بعضنا ولدك لو يقولون له الضيف اللي عندك كيف حالك وشلونك شلون الوالد، اختلط عليه الرد حتى في كيف حاله، ما يستطيع أن يبين. وهنا نقول العرب عندما يقدرون اللغة ليس كل هذا تقديرهم يعني سلبي، بل هناك نوع من الإيجابية، أن ينفتق لسان الطفل عن لغة جميلة يستطيع أن يخرج خلجات نفسه. أحد أكبر أسباب الاكتئاب النفسي أن المكتئب ما يستطيع يعبر عما في نفسه. ما تلاحظون هذا؟ وهذا بعضنا شيب الآن يقول في شيء بس ما طلع. في امرأة مكتئبة مسكينة خايفة وما تقدر تعبر، ولو تكلمت أعطاها لكمها رفسها، مسكينة ما في حتى كلام مرتب. ولذلك تعليم الناس كيف يتكلمون وكيف يبينون وكيف يستعيرون وكيف يشبهون هذا فن نحن أولى به. وبلغنا زمنا بات الأعجمي من أهل الإسلام ولا فرق بين عربي وأعجمي، لكن أعجمي ولد وبه لسانه العجمة بات يأتي إلى بلاد العرب يعلمهم اللغة العربية، صحيح؟ وصارت حلقات القرآن يعلم فيها من لها ليست لغته الأصلية. لو تقول لها كيف حالك قال أنا ما في معلوم، لكن اقرأ القرآن يقرأه غضا طريا كأنما أنزل، وما ذاك
إلا لضعف اللغة عند أهلها. أعود. إذن الواقع الاجتماعي تكلمت عن اللغة، الثاني الاعتزاز بالنسب، الثالث المرأة. أما واقع المرأة في العرب فكان مظلم، كانت من سقط المتاع، كانت تورث. إذا مات رجل وعنده امرأة ابنه الأكبر يرث زوجة أبيه بل وينكحها، وكانوا يجمعون بين الأختين. وكان من واقع المرأة عندهم أنهم لا يورثون المرأة ولا الطفل. وعند بعضنا جاهلية، أخته لا ترث من ماله، ولو سألت عن مالها قال ولا كلمة، أنت تزوجتي وعينت خير، وأنت ما تزوجت وعينت خير. ولذلك الله جل وعلا جعل المواريث لا اجتهاد للخلق فيها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهت، ما فيه، ليس هناك اجتهاد، ومقسمة في كتاب الله. لذلك كان العرب لا يورثون. ويوجد بعض قبائل العرب بعد 1438 من هجرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يوجد من لا يورث أخته ولا يورث المرأة، ويرون ميراث المرأة عار، وأن المال الذي يورثه الرجل ينتقل إلى القوم الآخرين. ولذلك يقول بنو أبنائنا أبناؤنا، وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعد، لأن بنتك يمكن يأخذها واحد من غير قبيلتك، ولذلك إذا أعطيتها من مالك يظنون أنه ينتقل لقبيلة أخرى. يا أخي الميراث لا اجتهاد فيه. إذن هذه الجاهلية. أيضا من الجاهلية في الإناث أنهم يعيرون بميلاد الأنثى، ولذلك كانوا يقولون لرسول الله عليه الصلاة والسلام أبتر، أنت أبتر، أي مقطوع العقب، أي لا معصب لبناتك. فقال الله إن شانئك هو الأبتر. والحبيب يرفع رأس كل واحد ميلاده بنات، ارفع رأسك. فمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كل ذريته الذين رباهم إناث. إبراهيم رضي الله عنه ابن رسول الله مات في صغره، فما رب الحبيب إلا البنات. والبنات أول الأصناف التي ذكرت في القرآن، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فجعل الإناث في بداية وفي مقدمة الركب. إذن كانوا وقال القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. وفي جاهلية عند بعضنا، وخلونا نكون صحيح، إذا جاء ولد أرسل على 70 جروب واتصل على 180 رقم، أبشرك جاءنا رجل وأتاني ولد. وإذا أتت البنت يا أخي جاك بنت ما أخبرتنا، قال الله يصلحها يا شيخ، الله يصلح العطاء، صب قهوة. يعني الرجل ما يعنيه أنها ولدت. ووالله إن ميلاد البنات لنعمة، وإن ميلاد البنات لجنة، وإن البنت حجاب لك من النار، فافرح بها أضعاف ما تفرح بالابن. وليس الذكر كالأنثى، نعم. ولو عندك 100 بنت ويجي ولد يحرم الولد هذا كل العصبة من الميراث. صحيح لو تموت عندك 5 بنات وليس عندك لهن أخ، ورث إخوانك من مالك. الإخوان يأخذون ما في إخوان راحت للأعمام، وما في أعمام ابن العم يرث، لأن ما معصب، هم يأخذون كلهم الثلثين والباقي يتنازعه العصبة. صحيح، لكن أنا أتكلم لك ليس عن مال الدنيا، أتكلم لك عن أجر الآخرة. إذن أيضا كان منهم من يئد البنات. وفي رواية تروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأد ابنته، وهذه رواية لا تصح ولا أصل لها. فليس كل العرب يئدون البنات، وقريش لا يئدون البنات. كان فيه بعض بطون العرب من بني أسد وغيرهم يئدون البنات خوفا من العار، لأن البنات لو أغارت قبيلة على قبيلة فوقعت بنات القبيلة التي تمت الإغارة عليها في الأسر، كانوا يكرهونهن على البغاء. ويرى الرجل أو يذكر له أن ابنته بغي بسبب أنها وقعت في الأسر، ومن هنا ابتدأ بعضهم يقتلها، حتى إذا غار قوم على قوم
لم يجدوا إلا الرجال، وهذا محرم. وكان بعضهم أيضا يقتل أبناءه من إملاق أو خشية إملاق، وهذا من الجوع، وهذا كان واقعهم قبل بعثة الإسلام. أما الأنكحة فكان منها الشغار، والشغار هو تزويج الرجل موليته إلى رجل آخر بشرط أن يرد ذاك الآخر مولية بنته أخته له بدون مهر. وهذه موجودة بعضها من الأنكحة الفاسدة. زوجني خديجة فيزوجه ذاك رقية، قال يا شيخ راس براس، تبيع لك ناقة مع ناقة أنت، أو سيارة بسيارة. هذه امرأة استحل منها ما استحل والمهر لها. نعم قد تعطي أنت 100,000 وذاك يعطي 10,000 لا حرج، ولكن المهر حق للمرأة. فلو زوج أحد براس براس أو شغار أي شاغر من المهر فالنكاح فاسد. ننتقل بعد ذلك. هل العرب كانوا قبل الإسلام كانوا لا أخلاق لهم، لا عقول لهم؟ لا، بل كان لهم أحلام وكانت لهم أخلاق. ولذلك الحبيب قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعربي القح عندما اختار الله أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام في هذه البقعة من الأرض، هذا لأن الله اصطفاه واصطفى من يصحبه من الناس، لأنهم يقوم عليهم بناء أي أمة. العربي، ونحن لا نفضل بعد الإسلام لا فضل، لكن عريكة العربي ومعدن العربي الصحراء. لماذا سمي العرب عربا؟ العرب من العربة، والعربة ما معناها تتنقل، العربة إذا سحبتها تمشي، فسمي العرب عربا لتنقلهم على قطر الماء. والعرب انتقلوا من اليمن وانتشروا في الجزيرة وذهبوا شمالها، فالعربي متنقل دائما رحل. ولذلك طبعتهم الصحراء بقوة، وللصحراء أخلاق، ولكن في صاحب الصحراء حدة. ولذلك صاحب الصحراء في حدة لكن له أخلاق. ولذلك تجد في الحمية، في نصرة المظلوم، في الصدق، في الشجاعة في المعارك. كان بعض فرسان العرب إذا خرج للمبارزة 100,000 جندي ما أحد يخرج، لأنهم يعلمون هذا الذي يخرج بايع نفسه. ولذلك تجد من قوتهم. فالله اختارهم وفيهم أخلاق وفيهم دين تلوث. ولذلك أذكر بعضا من أخلاق، لأن البعض يتكلم عن العرب على أنهم قبل البعثة ليسوا بشيء، لا، بل هم شيء، وقد حموا البيت الحرام وكان لهم قدر، خاصة قريش. وقبل أن أنتقل، لماذا اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ اختاره هنا ليكون من ذرية نبي هو إسماعيل. وتلاحظون أن إسماعيل ولد لإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، أنهم ولد له وهو ابن 86 سنة. وكانت سارة تقول هاجر عندما أتى بها من مصر وولدت، ثم بشرناه بإسحاق، أي بعد إسماعيل، وإسحاق أتى بعد أن تجاوز 90. الحبيب عليه الصلاة والسلام هو من نسل إسماعيل غابت النبوة من عقبه قرون طوال. أي النبوة إذن كانت في نسل من؟ إسحاق ابن إبراهيم، وبعد ذلك يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. تدري كم خرج من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كم نبي؟ أكثر من 124,000 نبي، والرسل أكثر من 313 رسول. أما إسماعيل فلم يخرج إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو خير من الأنبياء جميعا، وخير من وطئ الثرى، وهو سيد ولد آدم، وهو الكليم في السماء، وهو الخليل عليه الصلاة والسلام. فارفع رأسك بنبوة نبيك، فإن الله اختارك من هذه الأمة التي جعلت شاهدة على الأمم ووسط بين الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا
لتكونوا شهداء على الناس. إذن الأخلاق، من الأخلاق العربي ذكي وفطن. ودائما أحبابي من الأدلة هذه أن العربي في الصحراء، تلاحظون أحبابي الذكاء يكون يوم أن لا يكون هناك ملوثات، فلسفات، عقائد، فإنها تفسد فطرة الإنسان وتقلل ذكاءه. العربي ذكي وفطن، وكذلك فيه صفة السخاء والكرم. منهم من ذبح فرسه، ومنهم من يذبح كل ما لديه. والعربي يرى للضيف حق لا منازع فيه، ولذلك يجوع أبناء العربي ولا يجوع ضيفه. ونبدأ أتى الإسلام ليجعل العبادة، يجعل الكرم عبادة. كيف؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكن أعطه جائزته، ولا تتكلف بمفقود ولا تبخل بموجود. ميزان عام لعلنا بعدين نتحدث في هذا. أيضا منهم الشجاعة كما ذكرت، العربي كان فيه الشجاعة، ومع الشجاعة مروءة ونجدة. شجاعة لا تنفع من حولها، شجاع منزوع الدسم هذا ما ينفع من حوله. إنسان كريم على الأبعدين، بخيل على الأقربين، ما ليس هذا خلق. ولذلك أتى الإسلام بالتوازن. والنجدة عندهم نصرة الظالم ولو كان مجرم. ينصر ابن عمه، أنا وابن عمي على البعيد، ولذلك تجد أنه ينصره. وأتى الإسلام ليقول انصروا الظالما أو مظلوما، المظلوم معلوم، نصرة الظالم إيقافه عن مسلسل ظلمه. أيضا في العرب عشقهم للحرية، فالعربي لا يحب أن يكون عليه يدا، كما قال البارودي وهذا متأخر، يقول خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب. في أنفة، العربي في أنفة، فنزلها شوي، نزل المقياس قليلا الإسلام فجعله تواضع ولين. أنفة في مواطن الريبة، أو أنفة عند من يحاول أن يضعك. أما مع المؤمنين فإن تواضعك في دين الإسلام يرفعك. أيضا الصبر على المكاره، الصبر على المكاره. والعربي عندما سكن الصحراء، وتلاحظون أبناءنا أحبابي لما عاشوا في الترف ما يتحملون. طفى الكهرب ولا الظهر اليوم، لو الكهرب استمر إلى يومين ماذا سيكون في أبنائنا؟ لو انطفأ الكهرب يومين يمكن بعض أبنائنا يقول يا أبوي ما رأيك نهاجر، يبي يترك الشرقية كلها الله يجزاه خير عشان الكهرب طفى يومين. الصبر على المكاره تصنع عريكة الرجال وتقويهم. ولذلك كانت الصحراء لها أثر في تحملهم على المكاره والظمأ، فلا تدري الناقة هي الناقة أم تلك المرأة، أهو الجمل أم الرجل، من قوتهم يصارعون الدنيا، فيعيش بعضهم فترات طويلة من التحمل. أيضا منها الوفاء بالعهد والصدق. وقد يقول قائل العربي يصدق، نعم، كان العرب يرون أن الكذب مذمة، ومن كذب عندهم كذبة واحدة سقطت عدالته إلى الأبد، فلا ينقلون منه خبرا بعد ذلك. ولذلك هم يقبلون الأخبار. وتلاحظ الأعرابي إذا أتى يقول وش علوم المطر عندكم؟ من الذي أتاكم؟ ولذلك إذا قالوا من اللي قاله؟ فلان، خلاص فلان وكالة أنباء صادقة. فإذا قيل فلانا يقولون والله هذه يعني ودي انك تتقهوى وتجلس، صاحبنا هذا دائما له أرانب سمينة، ودائما يضع الخميرة على الخبر وهو كاذب، فينتفش انتفاشا غير شرعي. لذلك العربي، ولذلك أبو سفيان عندما سأله هرقل، وهرقل سأل أبو سفيان عندما ذهب في تجارة قريش، قال له وهو يسأله يقول أبو سفيان كل الأسئلة اللي سألنيها جاوبتها صح، قال ولولا الحياء من أن يؤثر علي كذب لكذبت عليه. أبو سفيان لا زال كافرا، يقول لولا أن يقال أني كذبت على محمد، أو العرب تتناقل أن سيد مكة كذب مرة، الله المستعان. كم مرة يا أحبابي؟ كم مرة حتى بعضهم إن شاء الله ما هم معنى الكاذب، يقول صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يتحرى الكذب.
حتى يكتب عند الله كذابا. بعضهم يكذب وينسى فيكذب ليرجع الأولى ويركذب الثانية، وفي النهاية يخرج من الحياة بكذبات أكبر مصيبة فيها أن صدق نفسه، الله يجزاه خير، صدق وهو كاذب، ثم يقسم على هذا الكذب وهو كذب. أيضا منها قوة البدن، قوة البدن، وهذا مشاهد في العربي، قلة طعامه مع كثرة أسفاره مع حدة طبعه تجد أن به قوة، إلا أنه مع هذه القوة به عظمة في النفس. العربي إذا وجد المرأة لا يقتلها، إذا وجد الجريح لا يجهز عليه. وفي قصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما تبارز مع رجل في غزوة أحد، فلما أن أراد أن يجهز عليه ضرب فسقط، ماذا فعل؟ كشف الرجل عن سوءته، عن عورته، قرشي كشف عن عورته، فأغمد علي سيفه، سيفي غالي فلا يهوي على رجل يتقي بسوءته، يعني أنا ما أقتل إلا رجل سمين يستاهل أني أقتله ويشرفني أني قتلته أو يقتلني، هذا العربي منطقة. أما أن يخرج عورته أمامي فإنه يتقي، ولذلك من اتقى واستجار يغمدون أسيافهم، لكن من قوتهم لا يستجيرون، يموت ولا أن يسجل عند العرب أنه وقع صريعا أو وقع مستغيثا. أنا أتخطى إلى أن أصل إلى إرهاصات النبوة. أول إرهاص، سأذكر إرهاصين. الإرهاص الأول هو أين كانت بئر زمزم؟ بئر زمزم بعد جرهم وخزاعة اختفت بعد المظالم التي كانت حول الكعبة، قبيلة جرهم، ثم أتت بعد ذلك قبيلة خزاعة، وكثرت المظالم، اختفت معالم زمزم، حتى نام يوما عبد المطلب جد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نام في حجر إسماعيل، فإذا هو بهاتف يقول احفر طيبة، فاستيقظ وما طيبة، ثم عاد من الغد فنام، فإذا هو يقول له الهاتف قال احفر برة، ثم استيقظ وما برة، ثم قيل له في منام آخر احفر المضنونة، ورواية هذه السند صحيح، مضنونة، ثم بعد ذلك قال له احفر زمزم، قال في الرؤيا زمزم التي لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم، فاستيقظ. وأخبروه أنها عند نقرة الغراب، مكان معروف في المسجد الحرام، فأخذ المعول ونادى ابنه، وليس له من الأبناء إلا الحارث، أكبر أبناء عبد المطلب وأكبر أعمام محمد صلى الله عليه وسلم الحارث، والحارث له ابن اسمه عبيدة، وعبيدة بن الحارث أسلم، بل هو من شهداء غزوة بدر، أحسن، وهو من شهداء غزوة بدر، وهو كان من المبارزين، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحارث كان الوحيد لعبد المطلب، فحفر مع أبيه، فلما بلغوا الماء كبر، وكان العرب يكبرون، لأن العرب ليس كلهم قد أشرك، وإن كان الشرك طاغ. قس ابن ساعدة، زيد بن عمرو بن نفيل، ورقة بن نوفل، أمية بن أبي الصلت، 4 لا زالوا يدعون للتوحيد، ولكن لا يطيعهم أحد، دائما دعاة الحق مع أبواق الباطل لا يستطيعون أن يصارعوا الناس، ولكن حسبك أن تدعو ولو في زمن كثر فيه الشر، لأن الله سينقذك لولا كان بقية. ثم بعد ذلك حفرها كبر، فعرفت قريش أنه لقي الماء، فأتت إليه وقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب هذه بئر أبينا إسماعيل، هم يعلمون أن فيه بئر لكن اختفت، هذه بئر أبينا إسماعيل وهي بيننا ولا فضل لك فيها. قال أنا الذي رأيت وأنا الذي حفرت، وكانت قيادة البيت له،
والعرب تدين لقريش. لماذا؟ لأنهم أهل الرفادة أي إطعام الحاج، وأهل السقاية يسقون الحاج، وأهل الحجابة أي يكسون البيت الحرام، ولذلك كان لهم السمع والطاعة. وكانوا يسمون الحمس أي الرجال الأقوياء، فالرجل من قريش مفرده أحمس. والحمس حتى كانت عندهم بروتوكولات إن صحت الكلمة، أي أنظمة وقوانين يضعونها للحجيج الذين يأتون إلى مكة: لا تطوف إلا بثوب أحمس، تأخذ ثوب من ثياب قريش. طيب ما وجدت، طف عريانا. وكان كثير من العرب يطوف عريانا حتى النساء، إلا أن المرأة تلبس درعا لتستر المغلظ من عورتها وتطوف بالبيت. هذه كلها ما كتبناها عليهم، هذا كلهم اللي كتبوها على أنفسهم. ثم لما أن أشغلوه هذه لنا البئر، اتفقوا على أن يذهبوا إلى كاهنة كانت في بني سعد بن هذيم، قبيلة من قبائل العرب في الشام. فخرجوا هو وقومه من بني عبد مناف أبناء عمه، وذهبوا إلى الشام. وفي الطريق ذهبوا للكاهنة لتحكم بينهم. وفي الطريق نفد الماء من بعضهم وخشي الموت، وبقي ماء قليل مع القوم. أسقونا، قالوا سيلحق بنا ما لحق بكم. اللي نفد ماءه يموت، اللي نفد ماءه يموت، واللي ما نفد ماءه يشربه حتى يموت. المنطقة سبسب وصحراء قاحلة. فقال لهم عبد المطلب: إذن كل يحفر قبرا له، بدل ما نموت على العراء يحفر قبرا له ثم يجلس فيه، إن مات ندفنه، كل واحد يموت يدفن. فلما انحفر بعضهم وازداد ظمأه، فقال عبد المطلب: بئس الحال، يعني ننتظر الموت فلنسير، وهذا الصحيح، نمشي إلى أن نجد أحدا يغيثنا. فلما أن أثار ناقته إذا بماء ينفجر من تحت خف ناقة عبد المطلب، فدعاهم: اشربوا، فشربوا وأحياهم الله. فماذا قالوا؟ فلما رأى قومه هذه المعجزة العجيبة وهم يرون الماء يتفجر، قالوا: والله لقد قضى لك الله علينا، خلاص ما نحتاج كاهنة بني سعد، إن الذي أخرج لك الماء زمزم هو الذي أخرج الماء اليوم في صحراء شمال الجزيرة. فعادوا من جديد، فعادوا، ودانت له مكة بعد الماء هذا. وهذا من إرهاصات أن يخرج من صلب هذا الرجل من ابنه ثم صلب هذا الأب، أن يخرج سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فكانت القيادة العامة والسمع والطاعة لجده. ثم تعرفون القصة، نذر لأنه ما استطاع أن يمنع ماء زمزم، نذر: إن رزقني الله 10 من الولد ذبحت أحدهم، فرزق 10، العاشر عبد الله. فلما بلغ معه السعي أخذ المدية وانطلق خلف الصفا يريد أن يذبحه، فلحقت به مكة. إلى أين تذهب يا عبد المطلب؟ قال: أوفي بنذري. فقالوا: لك مخرج في هذا النذر، نذهب لكاهنة، وسموها وكانت على الساحل، فذهبوا إليها. قالت: لا أرى إلا أن يفدى من الإبل. ثم وضعت القداح، فإذا خرج فجعلت إبل وجعلت عبد الله، فتخرج كل قدح فيخرج عبد الله، ثم يفديه ب10 من الإبل، ويخرج حتى بلغت 100 ناقة، فأخرجها فإذا هي الناق على الإبل فنحرها. ولذلك العرب دياتهم بأقيام الإبل، فكانت إلى هذا اليوم دية الإنسان حتى في دين الإسلام أقرها قيمة 100 من الإبل. نعم، ولذلك ورد في حديث لا بأس به قول الحبيب: أنا ابن الذبيحين، عبد الله بن عبد المطلب وإسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ففداه الله جل وعلا. وننتقل بعد ذلك القصة الثانية، وهي قصة الفيل. وقصة الفيل عجب يجعل الإنسان يسبح العظيم الذي جل وعلا لم يجعل لبيته أو لأحد من خلقه على بيته منة، فدفع الأبرهة ودفع الفيل بقوته وحده،
فليس لأهل مكة ولا قطمير في أنهم دفعوه. القصة باختصار نعرفها: أبرهة يبني القليس، والقليس كنيسة يريد أن يصرف العرب للحج إليها، لطخها عربي بالعذرة فغضب ومشى بجيش عرمرم يقوده فيل يسمى محمود. هذا فيل محمود لو وضع على بيت لهدمه خفه، وسار حتى بلغ الحيرة، فخرج له أبو أو ذو نفر، رجل من أهل الحيرة يعظم البيت، فأوقفه، يريد أن يوقف، لكن الجيش أقوى منه، فقاتل هذا الحميري جيش أبرهة، فقضى أبرهة على جيشه، فأخذ معه الحميري أسيرا وسار به حتى مر على بلاد خثعم. وفي خثعم عندما علموا بهمه أن يهدم البيت، قام أمامه خثعم بقيادة نفيل بن حبيب الخثعمي، ثم بعد ذلك جرى القتال وقوة الجيش أقوى منه، كسروا خثعم وأخذوا سيدها حبيب، فأراد قتله، قال أنا أدل الطريق، وما كان قصده أن يدل الطريق، فسار حتى أتى ثقيف، فخرج بعض ثقيف فقالوا له نحن عبيد لك، نحن نعظم صنمنا، أما البيت العتيق فله رب ما نعظمه، وبل نرسل معك مولى من موالينا رقيق يسمى أبو رغال أو أبي رغال، فأرسله يدلهم ماذا؟ يدلهم الكعبة حتى يهدمها، فمات في الطريق. ولذلك كان قبل بعثة الإسلام قبر يسمى أبي رغال قبل مكة، كل ما مر العرب يرمونه بالحجر، لأنه هو الذي دل جيش أبرهة على البيت الحرام. فلما بلغ المغمس قريبا من وادي محسر أين هو؟ المجاور لمزدلفة، ولذلك بعض أهل العلم يقول السنة الإسراع، لأنه مكان القصف الذي دمر فيه جيش أبرهة. عندما وصل أرسل أبرهة رجل من العرب حميري أيضا، قال اذهب فاستق ما تراه من الأنعام، فرأى 200 ناقة من أجمل نوق العرب، فأخذها، فإذا هي لمن؟ هي لعبد المطلب. ثم أتى عبد المطلب يسأل عن نوقه، قال أخذها. ماذا يريد؟ قال يريد هدم البيت. فقرب من سائس الخيل أو سائس الفيل وتوسط له أن يدخله على أبرهة، وكان أبرهة يجلس على عرش، فلما دخل قالوا هذا سيد مكة يريدك ولا يمنعك من هدم البيت، فقال أدخلوه. فلما دخل نزل أبرهة من عرشه إلى بساط في الأرض، فجلس بين يديه ورأى رجلا جسيما نسيبا وسيما. قال ماذا تريد؟ قال أتيت أسألك إبلي فإن جيشك قد أخذها. قال آتي لهدم مأترتك ومأترة آبائك وأجدادك، وتأتي تسألني في إبل؟ قد سقطت من عيني. أعطوه إبله، فقال الكلمة المشهورة، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم قال أنا لا قوة لنا بك، ثم انطلق إلى البيت الحرام وتعلق بأستار الكعبة ونادى لا هم، أي يا الله، لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. توحيد، هذا الكلام فيه توحيد لكنه مشرك. ثم بعد يعني يا ربي فيل وأتى لحمير وكسرهم، وخثعم وكسرهم، وثقيف وكسرهم، وأتى إلي ليس عندي حول ولا قوة. ولذلك يقول قال عبد المطلب حتى لمن أراد أن يدخله عليه ما عندنا قتال له سنخلي بينه وبين البيت. وانبسط أبرهة. ولكن هذا فيه عقيدة، ما هي؟ أن البيت هذا لماذا خرجت خثعم؟ وخثعم للمعلومية هي قبيلة زهران العريقة، هي قبيلة زهران العريقة. خثعم لماذا خرجت تقاتل؟ لأنها تؤمن بالمقدسات وأن الكعبة بيت الله. لماذا حمير خرجت؟ لماذا خرج بعض العرب أمامهم ومات؟ لأنهم يفدون أنفسهم في المقدسات. ولا زال من يريد فعل أبرهة موجود، وما صاروخ الحوثيين منا ببعيد، يريدون هدم الكعبة البيت الحرام، وكأنما هم أبرهة،
ولذلك نقول يأبى الله إلا أن يذل من أراد أن يكيد بيته العتيق. ولذلك حمى الله ذاك البيت من العتاقة والنفاسة، وأعتق الله البيت من كل متسلط عليه، ومن هنا سمي البيت العتيق. ثم بعد ذلك أيها الأحباب بدأت بشائر النصر. خرج أهل مكة، أمر عبد المطلب أهل مكة اخرجوا، فخرجوا إلى الجبال وتفرقوا وما ائتلفوا وما التموا خوفا من الله. ثم بدأت القصة كما تعلمون، يقيمون محمود الفيل الكبير، حتى قيل أن نفيل بن حبيب الخثعمي أتى إلى أذن الفئل محمود قال: يا محمود، هذا بيت الله وأنت في حرم الله، فإذا قيل لك تقدم فقف. وهو بهيم، ولكن الله الذي أمره، ليس كلام الخثعمي. فإذا وجهوه إلى اليمن هرول، وإذا وجه للكعبة للشمال وقف، حتى أوقدوا النار تحته وحتى ضربوا رأسه بالحديد. ولكن في أثناء ما هم يحاولون في مدرعاتهم أن تتحرك، إذا من البحر تأتي الطير المجتمعة، وفي كل منقار جمرة، وفي كل مخلب جمرة، وكل طير معه 3 جمار، ليست من الأرض ولا من كوكب الأرض ولا من نار الأرض، إنما هي من نار تلظى من سجيل منضود قد سومت. ثم إذا هي تسيخهم وتحرقهم، وبقي بعض منهم شرائد ذهبت ولحقتهم الطير الأبابيل. ولذلك وقفة، إذا أردت أن تفسر سورة الفيل فلا بد أن تفسر بعدها سورة قريش، وإذا أردت أن تفهم سورة قريش تدبرا لا بد أن تتدبر قبلها سورة الفيل. فإن الذي جعلهم كعصف مأكول ائتلف العرب بعد هلاك الجيش لإيلاف قريش إيلافهم، لائتلافهم، لاجتماعهم، أي بعد انتشارهم وخوفهم جمعهم الله. ثم قال الله: فليعبدوا رب هذا البيت، يعني هذا البيت أنتم ما لكم منا عليه، أنتم ما حفظتموه، هو الذي حفظه، فاعبدوا رب هذا البيت. ولذلك نقول إن الطير الأبابيل ما نصرت جيران الحرم وما نصرت أهل البيت، إنما نصرت البيت، لأن البيت حين ذاك كان رمز للشرك، حول 350-360 صنم، فحمى الله التوحيد بالطير الأبابيل. وكانت قصة أهل الفيل مقدمة لتطهير البيت من الشرك إلى الأبد. بل وفي ذاك العام وبعد حادثة الفيل، بعد حادثة الفيل ب50 ليلة ولد الهدى عليه الصلاة والسلام، وابتدأ العد التنازلي لرحيل الظلام عن مكة ولرحيل النجس عن مكة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولد عليه الصلاة والسلام بعد 50 ليلة في يوم 2 شهر ماذا؟ ربيع الأول، ربيع الثاني. الصحيح لا ربيع الأول ولا ربيع الثاني، الراجح أنه ولد في رمضان، حتى تعلم أن أصحاب المولد الله يهديهم للحق، أنهم يحتفلون في شهر وفي يوم ما ولد الحبيب فيه. الحديث الصحيح فيه ولدت، عندما صام يوم الاثنين قال فيه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. لكن هل هو ربيع الأول؟ نعم ربيع الأول، لكن ليس هذا تاريخ الميلاد، هذا تاريخ الوفاة. فالذي يحتفل بالمولد هو فرحان أن الرسول مات؟ لا، لكنه الفاطميون والعبيديون الذين هرطقوا الباطنيين الذين ما كانوا يدينون بالإسلام، أرادوا أن يعبثوا بمشاعر المسلمين، فاحتفلوا بمولد يوم وفاته على أنه مولده، حتى يحركوا بعض عوام هذه الأمة فينشغلوا بالميلاد عن حب عليه الصلاة والسلام حبا صادقا. والدليل على أنه في رمضان، لأن الحبيب قال بعثت بعد بلوغ الحبيب 40 عام، وكان أول نزول الوحي شهر رمضان الذي أنزل
أنزل فيه القرآن. أنزل في رمضان، صحيح؟ إذن هو ولد في رمضان، أكمل في رمضان 40، بعث أنزل عليه القرآن. حساب ما يحتاج إلى كثير بحث. لكن ولو كان في رمضان، هل نحتفل بميلاده في رمضان؟ لا، باختصار بسيط. لو قال ابنك أنا أحب جدي أكثر منك، وأبوك أنت وش تقول؟ والله أنك ما صدقت، أبوي تحبه أكثر مني. هل ممكن أحب الرسول أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ كيف لا يحتفلون وأنا أحتفل؟ كأني أتهمهم أنهم أنقصوا في الدين، أو أني أحبه أكثر منه. قلنا ذلك في الدرس الماضي. إذن كانت ميلاده عليه الصلاة والسلام إعلان لأن فجر التوحيد قادم، فجر صادق سيندك كل ضلال وظلام. أيضا من الوقفات في هذه القصة أن هذا البيت الحرام شاء الله ألا يحميه على مدى الأزمان إلا من حمل التوحيد راية. ولذلك حتى ولو تسلط عليه القرامطة في عام 317 للهجرة وسرقوا الكعبة الحرام وملأوا الجثث في يوم التروية في عام 317، امتلأت بئر زمزم وطمر بجثث الحجيج الذين كانوا يبكون ويتعلقون بالبيت وتجز رؤوسهم، حتى قتل ما يقارب 30,000 في يوم التروية. مع ذلك بقي على مدى الأزمان أن حامي المسجد الحرام والحامي لمسجد خير الورى والأنام عليه الصلاة والسلام هم من يحملون التوحيد خالصا. وليس ذلك أنه لا يحمله إلا هم، كل المسلمين فيهم خير وكل البلاد فيها التوحيد، لكن الذي يحمي البيت الحرام هو من يرمز للتوحيد. لما؟ لأن الله جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس وجعلها رمز للتوحيد، ومن يعبد البيت لا يخدم البيت، ومن يعبد رب البيت يحمي البيت. ومن هنا نحمد الله ونفخر في أرض التوحيد أن ولي أمرنا ترك كل اسم يمجد الناس به وجعل اسما ولقبا جميلا خادم الحرمين. هذه نعمة، لا أقول ذلك أحبابي تزلفا، لكنها من الله، لا إله إلا الله. فلا يتبرك في قبر الحبيب ولا يتمسح ولا يصلى عليه، وهناك لجان تبقي التوحيد في مسجد صلى الله عليه وسلم، وإلا لو ترك لطاف الناس عليه للعقوا عتبات إذا كانوا يلعقون عتبات قبور بشر من الناس، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن الله حمى هذا المسجد النبوي بالتوحيد. وانظر في البقيع الغرقد، الناس يزورون مقابر ناس ما يعرف عنهم ويتبركون بترابهم، فكيف بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فحمي التوحيد بحمد الله ومنته، والكعبة البيت الحرام فديت وحميت. وأسأل الله أن يجعل هذا البيت عتيقا محفوظا لا سلطة لباغ عليه، قولوا آمين. وإن أعداء اليوم أمنيتهم لو دكت الكعبة حجرا حجرا. وهناك من يدعو الناس لا للحج بالبيت الحرام، إنما يحج بمقامات بعيدة. ولذلك من فضل الله على هذه الأمة أن بقي رمز التوحيد قائما ليس ملوثا. أنتقل خلاص العد التنازلي لرحيل الدرس، أطلت عليكم. الوقفة التي بعدها ولد عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، صلى الله وسلم وبارك عليه. فهو صفوة من صفوة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. من يحفظ نسب الحبيب كاملا إلى عدنان؟ البعض منا لا يحفظه، وجميل أيها الأحباب أن نحفظه. لما؟ لأن محمدا عليه الصلاة والسلام سؤال من أسئلة القبر. نسبي ونسبك قد أعرف جدين ثلاثة، فلان ابن فلان ابن فلان، ثم الخامس أبدأ ما أدري والله، محمد صالح إبراهيم،
وبعضنا لا، يقول اسمع فلان بن فلان بن فلان بن فلان ويمسك خط الدائري أو خط الرياض الشرقية ويطلع لنا ما شاء الله 40 جدا، جزاك الله، الله يجعلهم في الجنة، عطني نسب محمد بن عبد الله. هذا الذي ينقذك الله به من النار إلى الجنة، هذا النبي الذي اصطفاه الله جل وعلا، هذا الذي لا تصح صلاتك حتى تصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عليه الصلاة والسلام، إلى أن نصل إلى عدنان. اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، طبعا سنعمل في الدرس القادم اختبار سريع ويمكن يكون هناك جائزة لمن يسرد لنا نسب الحبيب إلى عدنان. هناك نسب متفق عليه وهناك نسب مختلف فيه. المتفق عليه هو من محمد بن عبد الله إلى أن تصل إلى مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهنا قف. عدنان بإجماع العلماء على أنه من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقد مر الحبيب ببعض غلمان أهل مكة يرمون، قال ارموا بني إسماعيل إن أباكم كان راميا، وكان يقصد به إسماعيل كان الصيد وكان ماهر في الرمي، والحبيب يقول ألا إن القوة الرمي. كان نسبه عليه الصلاة والسلام سماء لا تنال، ولذلك العرب عندما بعث هو عليه الصلاة والسلام، جده هو لم يرى والده، لكن جده سيد مكة. هل استطاع أحد منهم أن يتحدث أو أن ينقص أو أن يحاول أن يناوش ذاك النسب؟ كل أهل مكة كلهم استسلموا. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن النسب العالي له عند العرب مكانة في النفوس، مكانة في النفوس ينظرون إليه. ولذلك بعضهم إذا أنت نسبك عالي ماذا يقول الناس؟ وقد فعلت خيرا، قال ما هو مستغرب عليه، صحيح؟ هذا ما هو مستغرب. ولذلك إذا كان أبوك رجل ما شاء الله مقدام وله، فإذا أنت طبت أو فعلت فعل خير وبر قالوا ابن فلان الله يعينك لن تلحق والدك، على أنك الآن مسوي معروف ومسوي، بس قالوا لو قارناك بأبيك نار ورماد شمس ونجم، الله يعينك على لحق أبوك. كأنهم يقولون إن المكانة العالية إنها لا ينالها إلا أصحاب النسب العالي، في ديننا ينالها صاحب الإيمان والتقوى. فسلمان وهو الأعجمي، قال الحبيب عندما اختلف الأنصار مع المهاجرين في غزوة الخندق، فهو لم يشهد بدرا ولا أحد رضي الله عنه، شهد الخندق، فلما شهدها قال أشار بحفر الخندق، قال المهاجرين معنا سلمان منا يا رسول الله، فقال الأنصار سلمان منا يا رسول الله، قال سلمان منا آل البيت، وإن كان في الحديث في سنده مقال، لكن سلمان منا. وبلال الذي سمع الحبيب خشفة صوته دفن عليه كان حبشي، صهيب كان رومي، فليس هناك للأنساب إلا أن الله اختار نبيه في هذا النسب العالي حتى لا يستغرب عليه عندما يتسنم أعلى سنام في الأمة، وهو أن يكون نبي يأتيه الوحي. قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي وبشارة أخي عيسى. دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا دعوة إبراهيم، دعا الله أن يبعث فيهم نبي أو رسولا منهم. الثاني بشارة أخي عيسى عليه الصلاة والسلام، إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكان البشارة. بعد أيها الأحباب نصل إلى عبد الله. شب عبد الله وكان فتيا محبوبا عند أبيه الذي المسمى بالذبيح،
وانتشر خبره في مكة الذبيح، وكان وسيما، وكان أصغر أبناء عبد المطلب، وكل فتيات العرب تتمناه، حتى البغايا كان بعضهن تتجمل له تريده أن يقع بها. وفي رواية أن كم واحدة توقفت في طريقه فصرفه الله عنها حتى زوجه والده من آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب. وعندما تزوجها وهو لا زال في بداية عرسه أرسله والده إلى أخواله بني عدي بن النجار، وبنو النجار أخوال رسول الله. وهنا وقفة، الواحد يفتخر بخواله ويصل أخواله، ولذلك الحبيب عندما هاجر وترك قبى بني سالم بن عوف وغيره وأقبل على يثرب، خرج أخواله بني النجار كل معه سلاحه، المنعه يا رسول الله، المبات يا رسول الله. وكان الحبيب بين أخواله منتشيا فرحا، وكل يمسك القصواء، حتى قال دعوها فإنها مأمورة، حتى أناخت عند أبي زيد أبي أيوب الأنصاري. تزوج، ثم لما أرسله والده إلى قيل أن يحضر تمرا أو تجارة، مات هناك وقبر في يثرب. أتى الخبر إلى مكة، حزن عبد المطلب، انتظر الوليد، لأن آمنة كانت تحمل في أحشائها النور والهدى عليه الصلاة والسلام، وولد عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الحياة يتيما. بل وفي كل مراحل حياته لا بد أن يعبر على جسر الأحزان والآلام. والده انتهى دوره بزواجه من آمنة ورحل، ولله حكمة، فلربما لو كان على قيد الحياة لفتنه، أو لكان عذابه عليه، أو كان أكبر مانع للدعوة، لا تدري. ثم بعد ذلك يولد يتيما، ودائما الأيتام عظماء إذا أحسنت تربيتهم، لأن أكبر سبب لضياع الأبناء ولرحيل الأخلاق ولعدم الاعتماد على الأبناء الترف. فبعض الآباء وجودهم في حياة أبنائهم هو أحد أسباب أن الأبناء ما كانوا عظماء. وقائد العظماء عليه الصلاة والسلام خرج للحياة ليس عنده أب، عنده جد أحسن إليه وأحبه وأدناه وقربه، ولد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما خرج بشرت، من الذي بشر بميلاده؟ ثويبة، واحفظوا اسمها، كانت مولاه لعمه، امرأة رقيقة عند عبد العزى بن عبد المطلب. عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب، وأبو لهب سمي أبو لهب لحمرة في خديه، فقيل أنها كاللهب في وجهه. وكان يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام حبا عجيبا ما أحبه عم من أعمامه، حتى لما خرجت ثويبة تقول إن آمنة ولدت ولدا لأخيك عبد الله، قال اذهبي فأنت حرة، اعتق ثويبة. ولما أن أنجب الحبيب رقية وزينب زوجهما من ابنيه عتبة وعتيبة، يعني بنات الرسول رقية وزينب أول أزواجهم عتبة وعتيبة أبناء أبو لهب. فلما بعث الحبيب انقلب ذاك الحب بغضا، فأول قرار طلقوا البنات وخير فعلوا. ثم بعد ذلك ابتدأت الحرب حتى نزلت سورة في كتاب الله كما تعلم، تبت يدا أبي لهب وتب. ولد عليه الصلاة والسلام واحتواه جده وأحبه جده، وكان جده مهيبا لا أحد يجرؤ عليه في مكة، وكان إذا جلس في ظل البيت تباعد الناس عنه حتى أبناؤه، حتى يقبل عليه الصلاة والسلام فيبسط رداءه لابن ابنه من حبه، حتى أنه قيل يوما من الأيام خرج عليه الصلاة والسلام في حاجة أرسله إليها، فلما أن رجع وقد أطال المكث حزن عليه، قال لقد حزنت يا بني عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبد، يعني خوفي عليك
جزعي على فقدك إلى الآن وأنت أمامي ما برد من حبه له. انظر إلى هذه الدرجة من تسخير الله لجده. بعد أن ولد صلى الله عليه وسلم أرضعته أمه، خلك معي، أرضعته أمه، ثم أرضعته ثويبة، وقيل أن ثويبة هي القابلة التي ساعدت أمه في ميلاده، ثم أرضعته أم مسروح عند ولد لها يسمى مسروح، وكان اللبن هذا أرضعت به أم مسروح، قيل أرضعت به مسروح وأرضعت حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله وهو أخوه من الرضاعة، وأرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم. وثويبة أرضعت مع رسول الله أبو سلمة، وأبو سلمة رضي الله عنه كان أخ للحبيب من الرضاعة، وأرضعته المرأة الرابعة، الأولى أمه، ثم ثويبة، أم مسروح، ثم حليمة السعدية. وأرضعت حليمة معه عبد الله بن الحارث، والشيماء بنت الحارث، وأنيسة بنت الحارث، وكل هؤلاء إخوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. أعود فأقول أرضعته، ثم بعد ذلك كان من طبع العرب أن الصغير إذا ولد أنه يسترضع من عندهم بهائم، لديهم حليب بقر، عندهم حليب غنم، فلماذا لا يطعمون الصغير ولا يرضعونه من حليب الدواب؟ لأن بإجماع العرب وإجماع العقلاء أن العامين، الطفل إذا أرضع في العامين حليبا تأثرت طباعه من صاحبة الحليب. ولذلك الفقهاء وفي متن عند الحنابلة قال ويكره استرضاع الحمقاء والخرقاء. ليه؟ لأن المرأة اللي فيها حمق لربما يكون ذلك ينتقل مع حليبها حمقا على الصغير. أخرجوا لي بقرة ليست حمقاء. ولذلك إذا شرب الصغير حليب البقر، حليب طبعا المجفف هذا، شربه في صغره فإنه يتأثر أخلاقه لا محالة، فيكون حاد، يأتيه نوع من الغباء، يأتيه نوع من الشيطنة. ولذلك دمرنا طفولة كثير من الأبناء. ولذلك بعض النساء ما ترضع قط. العرب قديما ينقلون الصغير، بل أجدادنا، اسألوا جدك وأسأل جدي وأبوي وأبوك، فإنهم يقولون نعم كان بعض الصغار إذا مرضت الأم أو ماتت فإنه ينتقل بين الجارات فترضع 10 5 9. ولذلك بعضهم الآن في كبر يقول أمي 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 أمي، ما شاء الله كل القرية أمهاته، لأنه أرضع. ولا يطعمونه، يعطون التمرة ما يحنكون، لكن لا يطعمون إلا من ثدي امرأة، ومن ثدي امرأة صالحة، فإن هذا له أثر في أخلاق الصغير. ولذلك إذا قفز ابنك على الطاولة وكسر أنف أخيه ودمر البيت وجعل عاليه سافله، فلا تقل شيئا، فإنما أنت أهديته علبة الحليب 25 ريال، وكانت كافية التي استدرت من ثدي بقرة زوجها ثور. ولذلك انظر بعد ذلك ما الذي سيجري، عساك الله يكفيك إياه لا ينطح إخوانه. فهذا بس دعابة بين قوسين. فنقول كان العرب يرضعون أطفالهم من أثداء النساء، ضئره أي مرضعته. فلما أرضعه صلى الله عليه وسلم كان الحليب قليل، وكان بعض النساء يقل حليبها، وكان العرب لا يرغبون رضاعة صغارهم في المدن، يريدون البوادي. لماذا البوادي؟ لأسباب أذكرها. لا بد أن يخرج البادية، لأن بقاء داخل المدن أكثر تلوث بالأمراض. ولذلك مكة كان يأتي إليها العرب يطوفون بالبيت ويحجون البيت الحرام، الحج موجود إلى الإسلام، وكانوا يحجون ويقفون بعرفة، إلا قريش ما كانت تقف بعرفة، قريش تقف في المزدلفة، لأن عرفة ليست حرم ومزدلفة حرم، فكانوا لا يخرجون منه. وهذه كلها من اختصاصات كاذبة، يعني وش اللي رفع أنوفكم حتى لا تخرجون لعرفة؟ عموما كان يوجد هناك حج، ولذلك كان يأتي معه الأوبئة، وكانت مكة لربما يأتيها الوباء. بل إن أم الرسول صلى الله عليه وسلم آمنة عندما أرضعت حليمة محمد صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد وردته بعد العامين، كانت تريد أن ترد، فلما أتت وجدت آمنة مريضة عليلة،
قالت إني أريد يا أم محمد أن أعود به إلى باديتي فإني أخشى عليه المرض. إذن الأول في البوادي لصحة أبدانهم، ثانيا حتى تزكو نفوسهم وعقولهم، فإن الذي يربى في الصحراء يعتمد على نفسه، ودائما المكان إذا سقفك الكون هذا يربط على قلبك، ولذلك حتى الصلاة في الصحراء يكون لها طعم. والابن الذي يعيش في الصحراء الهواء الطلق، النظر لا، ولذلك تجد اللي يعيش في الصحراء ينظر إلى النجم أحيانا في الضحى، ينظر للنجوم، ولذلك تجد اللي يسكن الصحراء هو اللي يدخل رمضان ويطلع رمضان. أما أهل المدن لأنهم يسكنون في البيوت فإن العين لا يكون لها مدى، فهذا صحتهم. أيضا الذكاء، فالعربي في الصحراء كانت الصحراء لغة أهلها هي العربية القحة، ولذلك العرب كانوا يرسلونهم للبوادي حتى ينفتق اللسان، أول ما يتكلم توه في المهد أول كلمة ينطقها عربية، وأول حوار عربي. ولذلك بعضنا دمر أبناءه بالأفلام الكرتون، دمرناهم والله بالكرتون، وكرتون أحيانا مدبلج وكلمات سوقية. ولذلك بعض الأطفال يتكلم عامي قذر، أحيانا يشتم ويلعن ولا يتكلم بالعربي، فالعرب كانوا يريدون. أيضا لماذا في الصحراء؟ حتى يكون له مرح لا حدود له. ولذلك أحبابي إذا مرح الصغير في كنف الطبيعة لا حدود له يكون ضحكه ولعبه وركض. الحين مسكر عليهم شقة ويلعبون في الصالة، لو راحوا يلعبون في الغرفة ضربتهم أمهم، وإن غيروا التحف الجميلة في الصالة ضربناهم، ان طلع ضربناه. وش يقول الطفل هذا؟ أنتم جايبين للحياة هنا ليه؟ الله يجزاكم خير، أنتم ما تلاحظون أنكم كدرتوا علينا؟ قتلنا طفولة بعض الأطفال في إغلاقه الصناديق عليهم. ولذلك الصحراء لها جمال ولها مرح، يلحق بالصغير من الجدي ويلحق بالعناق الصغيرة، ويرحم ذاك السخل الصغير عندما يرحمه، وينتظر تلك الشاة لتضع صغيرها فيحمله معها، فتكون الرحمة في نفسه والسكينة في نفسه، يشرب الماء من جدول عذب، وهكذا يكون أصح لعقله ولبدنه. يقول أبو بكر: يا رسول الله، اسمع هذه الكلمة، يا رسول الله ما رأيت أفصح منك. يعني يا رسول الله لسانك فصيح، هذا ليس، لكن يريد أن يسمع الجواب من رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وما يمنعني أي أن أكون فصيحا، فأنا من قريش ورضاعتي كانت في بني سعد. يعني في قمة القريش كانوا في ذرى عند العرب فصاحة، وكذلك بادية بني سعد، وكان بنو سعد أخوال رسول الله من الرضاعة كانوا من أقوى أهل العرب فتاقة في اللسان. أختم وهو يرضع. طبعا حليمة ماذا قالت رضي الله عنها؟ خلاف أسلمت أم لم تسلم. ماذا قالت؟ قالت: إنه غلام مبارك، حتى في الثدي كانت بها لبن قليل، وكان يبكي أخوه من الرضاعة من جفاف ثديها. قالت: فما أن حملته حتى انفجر الحليب. فكان، وفي رواية أيضا يحسنها البعض ويضعف البعض، أن الحبيب كان لا يشرب إلا بعد أخيه. فطر على الكرم وفطر على السخاء عليه الصلاة والسلام، فترضع أخاه ثم تعود إليه. هذه العامين أيها الأحباب وقع فيها، أو لا، بعد العامين، بعد أن أرضعته وأتم السنتين وقوي بدنه، عادت به من جديد لأنه بركة. فلما أن أتى يوم إذا بأخيه يأتي مفزوع: إن أخي محمدا القرشي أتاه رجلان فطرحاه أرضا ثم شقا بطنه ثم أدخل شيئا لا أعلمه، فأتت أمه وأتى والده أي من الرضاعة فإذا هو قد قام. فلما رأى أمه، انظر صغير، لما رأى أمه ضئره حليمة بكى بأبي هو وأمي لصغره، ثم ضمته رضوان الله عليها: ما لك؟ قال: أتاني آت فشق بطني وهو صدره. هنا وقفة، أول عملية قلب مفتوح في التاريخ البشري هذه.
ولكنها عملية من نوع آخر، ليست لاستئصال مرض أو لاستئصال شيء من بدن إنسان، إنه تهيئة لفؤاد هذا النبي حتى يخرج منه علقة الشيطان. كل واحد منا عنده هذه العلقة، والشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، هذه الوسوسة عند كل واحد منا. ولذلك حياتنا ما سلمت، أحزان وضغائن وغضب ومضاربات ومطاحنات، وننتصر لأنفسنا لأن الشيطان يتسلط. فتهيئة لهذا القلب السليم ليكون معصوما فيما يرويه عن ربه، وأفضل من وطئ الثرى أزال الله من قلبه هذه العلقة، وعاد إلى أمه بعد ذلك. ومع عودة أمه ردوها إلى أمه وقصوا لها القصة، ثم بعد ذلك رحلت به إلى يثرب أيضا عند أخواله. هنا وقفة أختم بها. يحتاج كل عامل في طريق الدعوة، ويحتاج كل أب، ويحتاج كل مربي، بل يحتاج كل مؤمن، نحتاج إلى إجراء عملية شق قلب لإخراج ضغينة الشيطان، ليس فتحا بالمباضع، إنما بسؤال الله أن يقلب القلب على الطاعة، وأن يكون القلب سليما، وأن نعالج الغل والبغض والحسد والكبر، هذا الذي في قلوب بعضنا. والله معاشر الأخيار، إن لم نخرج من صدورنا غلا قد سكن لا نكون عظماء، ولا يمكن أن نستعذب بالحياة، ولا يمكن أن يقوم علينا لهذا الدين بناء. ولذلك أطهر الأمة قلبا بعد نبيها الصديق، اللي سمي الصديق، والصدق عمل قلبي في محبة. ولذلك أحبابي دعوة إلى إخراج هذا الغل كما شق صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نستمتع بالحياة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان موسى يقول بداية ليحمل هم هذا الدين: ربي اشرح لي صدري، حتى ينشرح صدرك أخرج ما في قلبك من الغل. كل مسلم له حق عليك، أنت لا حق لك على أحد عشان ترتاح. ادعو لكل مؤمن، ابدأ بمن تبغض. ايش رايكم نجرب؟ نبدأ بواحد ما نحبه، حسدنا، قذفنا، أخذ أموالنا، شتمنا، ما يحبنا، إذا رآنا قطب الجبين، وإذا رحبنا طردنا. كم واحد عندك؟ طلع واحد بس. بعضنا ما شاء الله واحد ومعنا عنبر مسجونين عنده. أخرجه وقل اللهم اغفر له، بارك له فيما رزقته، طهر قلبي وقلبه، واجمعني به في جنات النعيم. يتطهر القلب. يبدأ هذا علاج سريع، لا بد من إخراج هذا العلقة، وإلا فإن الشيطان يوسوس. والله جل وعلا في سورة العاديات عندما قال: وحصل ما في الصدور، قبل ما يشوف صلاتك وطاعتك وحجك وصيامك، ينظر إلى قلبك فيحصل ما فيه، ومنه الإخلاص وإلى غيره. أسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. وفي الدرس القادم بإذن الله نبدأ من رحلة الحبيب مع أمه إلى بلاد يثرب، وفي طريق العودة تموت في الأبواء آمنة بنت وهب، ويودعها الصغير ويرى جدث ذاك الجدث وتلك النصائب، تضمه أم أيمن بركة الحبشية وتعود به إلى مكة. ومر الحبيب يوما على ذاك القبر فسح الدمع حوله وقال: هذا قبر أمي، استأذنت الله أن أزورها فأذن لي، وسألته أن أستغفر لها فنهاني. أستودعكم الله.